التقويم نفسه الدكاتره بتستخدم ايه؟ يعني ماده حمضيه بسيطه قوي عشان تلزق بيها البريسز او الفصوص بتاعت الايه التقويم. الماده الحمضيه دي مع الوقت لما بتشيل التقويم بتعمل بقع بيضاء على الاسنان برضه. دي من ضمن الاسباب. من ضمن برضو اسباب البقع البيضاء الجير. لو في حد عنده جير كتير، وجود الدنتال بلاكس او طبقات الجير كتير قوي، دي بتعمل مع الوقت برضو احماض تطلع من البكتيريا الموجوده بتعمل لك بقع بيضاء. فاسباب بقع البيضاء كتير قوي يعني. بس الفكره عشان انت تحل المشكله دي نفسها، انت بتحل السبب الرئيسي. يعني مثلا لو انت عندك المشكله مثلا في الطفل المولود والتاكل طبقه البينه بتاعته، لازم الست الحامل بتبقى متابعه مع دكتور، شايفه التحاليل بتاعتها كويس، لو في نقص في فيتامينز معينه، لو نقص في فيتامين دي، لو في نقص في غذاء معين، تاخد مكملات غذائيه باستشاره الطبيب. ما ينفعش تاخد مثلا ادويه على الفاضي وعمالين بمزاجها، لازم باستشاره الطبيب برضو. الاطفال يبقى في برضو وعي ان احنا نغسل سناننا بانتظام، مش بالكتر يعني، ومش بالفلورايد الكتير. التقويم مثلا بعد ما يتم لازم نهتم طبعا بتنظيف الجير بعد التقويم عشان ما يحصلش الحاجات دي كلها. فالتقويم برضو بناخد بالنا من ناحيه تنظيف الاسنان ما بعد التقويم، واهتمام بفرش السنان والتنظيف كويس جدا بين جلسات التقويم وكل يوم. لو مثلا في اكل معين بناكله فيه فلورايد كتيره، او مثلا في احماض او في سكريات، لازم برضو ناخد بالنا من الكلام ده كله. دي التوعيه اللي احنا مثلا ايه يعني عشان نمنع الموضوع ده. طب العلاج بقى ايه؟ العلاج بتاع البقع البيضاء، والله في بعض الحالات بنحتاج نحط فيها مثلا ايه؟ حشوات ليزر لو كان الموضوع بقى كبير او في تسوسات. في حالات ممكن تنفع بالتبييض ان احنا نبيض الاسنان شويه. في حالات ممكن تنفع ان احنا ايه لو كانت سطحيه قوي نشيل جزء بسيط اللي هو الابريجن بسيط قوي، ان احنا نشيل جزء بسيط من طبقه المينا عشان نخلي بس اللون متناسق مع بعضه. لا طبعا احنا بنستخدم برضو الفلورايد، ده مهم جدا بنحطه، ممكن نستخدمه بعد حالات التقويم. ده برضو بيشيل البقع البيضاء، بس طبعا ما ينفعش استخدمه في حاله لو انا عندي تسمم بالفلورايد. يعني لو انا عندي الفلورايد نفسه كتره هو اللي عامل البقع البيضاء، فما ينفعش اعالج بالفلورايد. بشوف العلاج الانسب من الحاجات اللي قلتها. وفي الحل الاخير بقى بيكون الفينيرز. طبعا بنركب فينيرز على الاسنان لو الموضوع تقيل قوي بقى خلاص، لما مش نافع معاه تبييض ومش نافع معاه مثلا حشوات ومش نافع معاه برضه جزء بسيط من طبقه المينا، لا هيحتاج بقى ان احنا نعمل فينيرز في الاخر بحيث تخلي الموضوع طبيعي. ده يعني اتمنى اكون لخصته، هو موضوع كبير قوي بس يعني اتمنى يكون المعلومه وصلت يعني.